جربيها مش هتندمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جايبه لكم بقى وصفة ايس كوفي من على النت. قالوا لي حطي كوباية مية، فانا حطيت كوباية مية، بس انا حاساها كتير على النسكافيه الصراحة. بس معايا حطيت كوباية مية في ازازة كده فاضية يا جماعة عشان نعمل الرغاية، ونزلت عليها بالنسكافيه. طبعا النسكافيه جبته مش مقاطعة، فانت براحتكم بقى انتوا عايزين تجيبوا ايه. وبعدين انا حطيت دي بقى اختياري، حطيت معلقة كاكاو محلي، بس الصراحة دي اختياري، دي انا هبتها من عندي. وبعد كده حطيت بقى ايه السكر برضو حسب الرغبة، فانا ما بحبش الحاجة تكون مسكرة كتير مثلا في الشرب، فحطيت معلقة سكر، ورجعت حطيت تاني معلقة سكر الصراحة، فاستعملت معلقتين سكر. وهنا بقى نزلت بقى ايه رج 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 رج، وما قالولك ايه بقى رجيت كتير لحد ما تعملي الرغوة. وهنا بقى انا رجيت كتير قوي 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 لحد ما المنظر ده، فاختي قالت لا لازم ترجي تاني، فرجيت تاني وتاني. بصوا بقى فضلت ارجي كده، يعني تمارين الايد بقى، عارفين انتوا تمارين الايد، اشتغلوا تمارينات ايد. وكانت برضو دي رغوتها، واختي قالت لي برضو لا مش هينفع، يعني طبعا هيقولي طب واختك مالها، اقول لكم مش عارفه الصراحه. بعد كده الصراحه جبت اخري، رحت حطيت بقى التلج معايا، حطيت مكعبات تلج كتير كده لحد ما مليت مثلا نص الكوبايه. برضو كنت عايزه احط تلجتين بصوت كده، يعني ما كترش عشان الكوبايه ما تبهدلش الدنيا. ونزلت بنص الكوبايه لبن، مليت نص الكوبايه لبن. فانا هنا يعني حته مني كده عايزه اقول لكم انكم ما تزودوش التلج عشان تحطوا اللبن اكتر. وهنا بقى ادركت ان الميه كانت كتير عشان النسكافيه نزلته كده، فاللي هو النسكافيه لسه مخلصش واللبن، يعني فاهمين الكوبايه قربت تخلص. بس اقول لكم على حاجه، التجربه كانت هايله 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 هايله. وهنا بقى ايه قلبت بقى المكونات كده، عايزه اقول لكم الجمال بجد حاجه عاليه يا جماعه، جربوها ومش هتندموا. عايزه اقول لكم احسن ما تشتروها من بره 100 مره، وارخص، وحاجه حلوه قوي.